كل ما نكرر لنفسنا قصة لسنين كل ما هنلاقي نفسنا صدقناها وقبلناها كأمر واقع، ومع الوقت هنلاقي نفسنا بنقاوم وبنرفض أي فعل ضد القصة دي. وأنا هنا بتكلم عن العادات وتكوينها، سواء كنا عايزين نغير عادة سيئة أو عايزين نكون عادة حسنة جديدة. وعلى فكرة، سواء كنت عايز تغير عادة سيئة أو عايز تكون عادة حسنة جديدة أو حتى تعدل على عادة حسنة عندك، أكتر حاجة هتوقفك هي هويتك القديمة اللي أنت متعود عليها وحافظها ومتأقلم عليها. لأن الهوية القديمة ممكن وبشكل كبير إنها تتعارض مع الهوية الجديدة، وبالتالي تلاقي نفسك مش قادر تغير العادة السيئة اللي أنت عايز تغيرها، أو حتى تكون العادة الجديدة، أو إنك حتى تعدل على العادة الحسنة الحالية اللي موجودة عندك. لأنه عشان يحصل تغيير لازم تحدد الهوية اللي عايز تكون عليها في المستقبل، وتحدد النظام والطريقة اللي هتوصلك للنتيجة اللي أنت عايز توصل لها، عشان تقدر في النهاية تكون العادة أو تعدل عليها أو حتى تغيرها لو كانت سيئة. واهم سؤال لازم تساله لنفسك هي هويتك الحاليه اتكونت ازاي؟ والعادات اللي بتمارسها جت منين او اتكونت ازاي؟ خلينا اقول لك ان هويتك بتتكون من عاداتك، وعاداتك بتتكون من معتقداتك اللي بتكتسبها من خبراتك الحياتيه والعمليه. وخلي بالك، العادات مش هي الحاجه الوحيده اللي بتاثر على هويتك، ولكن بحكم تكرارك للعادات بتبقى هي من اكثر الافعال اللي بتاثر على هويتك. وهتلاقي نفسك وانت بتكرر الافعال دي بتتراكم عندك الادله على هويتك، وتبدا صورتك الذاتيه في التغيير للهويه الجديده وتكوين عاده جديده. والخلاصه، عاداتنا دايما بتتكون بشكل تدريجي، لان احنا ما بنتغيرش بضربه واحده من عصايه سحريه، ولكننا بنتطور شويه شويه، يوم ورا يوم وعاده ورا عاده، لحد ما تتكون عندك الهويه الجديده. يعني كل فعل أو قرار أو خطوة بتاخده بتعتبر كأنها عملية تصويت على الشخص اللي أنت عايز تكون عليه في المستقبل، وبالتالي مش فعل واحد هو اللي بيكون هويتك، ولكن كل ما تتراكم الأصوات داخلك بتتراكم الأدلة عندك على هويتك الجديدة، وبالتالي تبدأ تتكون عندك العادات عادة ورا عادة. وعشان تقدر تغير هويتك لازم تحدد نوعية الشخص اللي عايز تكون عليه في المستقبل، وتبدأ في تغيير هويتك عن طريق المكاسب البسيطة اللي بتكتسبها وانت ماشي في حياتك اليومية. بمعنى ان هويتك هتتكون واحدة واحدة من خلال المكاسب اللي بتكتسبها نتيجة للتحسينات البسيطة في يومك.